ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو بسيط ومفيد زي ما انا معوداكم. يعني فيديو صغنن كده وصغير. دي بطاطا الجميله اللي انا غسلتها زي ما انتم شايفين قوي كده وصفيتها كويس، وهحطها في الحله زي ما انتم شايفين. هتشوفوا الطريقه دي ربع ساعه كلها كده على بعضها. بنحطها في الفرن، بتاخد من ساعتين، اكتر من ساعتين كمان. دي هتاخد بالظبط ربع ساعه كلها على بعضها كده، مش شوي بكل حاجه. هتشوفوا. هنحطها على نار متوسطة على البوتاجاز. وهنحط عليها مج مية كبير او كوباية مية كبيرة. كوباية مية مش اكتر، حسب الكمية. ده حوالي كيلو، كيلو ونص كده. كوباية مية. وهنحط 3 معالق سكر كبيرة. 3 معالق سكر كبيرة. هنحطها كده عشوائي، بس انا ما صورتهاش، سوري. هنحطها كده عشوائي اكننا بنرشها على البطاطا. وهنسيبها على نار متوسطة. هتشوفوا بقى شكلها جميل ازاي واتكرملت ازاي. بس خلي بالكم منها، نار متوسطة عشان السكر في اخر كده الحلة ما يتحرقش. بصوا اتكرملت ازاي. حطيها بقى تحت الشواية من دقيقتين، بوريكم الكرملة بتاعتها. بصوا، من دقيقتين ل3 دقايق هتاخد شكل جميل قوي تحت الشواية. ما تغيبيش عنها، خليكي واقفة من دقيقتين ل3 دقايق. نفس الطعم ونفس الريحة ونفس كل حاجة. بجد هتبقى ريحة البيت كله بطاطا مشوية جميلة زي الفرن ويمكن احسن. بتحس البطاطاية دي كده جميلة كده وماسكة نفسها وحلوة. بصوا شكلها، وبصوا بقى هوريها لكم كمان لما اقطعها من جوه عاملة ازاي. تحفة وطعمها جميل. يا رب ان شاء الله تعجبكم ويكون الفيديو مفيد ان شاء الله. مع السلامة.